بل الساعة 1:45 أعرفها ظهرا، كنت في عملية، فإذا بالإسعاف يقول: دكتور خالد، عندنا مريض أصيب بطلق ناري في رقبته. هذا المريض الآن بيموت. قلت أنا في العمليات. قال: اطلع، إذا تقدر تطلع تعال، الضغط حقه واطي، الأمور يبغى لها شغل. قلت: طيب أنا جاي. أطلب دم؟ طلبت دم؟ قال لي. قلت: أنا جاي. كلمت الأخ اللي معي، قلت: امسك الحالة لين أجيك، خل أشوف شنو القضية. ذهبت، فإذا بي أرى وجها يتلألأ مغمى عليه، رقبة منتفخة على اليمين. فبدأت أشوف شو القضية، الرصاصة أين هي، بعدها عني، هل أشيلها هنا، هل أشيلها في العمليات. وأنا قاعد أدرس الموضوع، فإذا بالشاب يستيقظ من غيبوبته وينظر إلي نظرا عجيبا ويقول لي بيده اليمنى: يا دكتور، لا تتعب نفسك، والله إني متوفى، ووالله إني على خير، ووالله إني أرى موقعي في الجنة الآن، أريد أمي وأبي لودعهما. ارتفع شعر رأسي، تلعثم لساني، رجعت إلى الوراء لا إراديا، ذهبت إلى أمه وأباه، أتيتهما، قلت لهم: ولدكم يبيكم. قالوا: حياء. طيب. قلت: والله إن في خير عظيم، ما عمره صار مثل الخير، بشرني. قلت: أقول لكم: طيب، بخير عظيم، بخير صدق. قلت: بخير ما عمره صار في الخير مثل الخير، ما عمره صار. الله يبشرك. قالوا: إنه بيموت. قلت: لا، إن شاء الله في خير عظيم. ركضوا، وجلست بعيدا أسمع وأرى، وإذا به يأخذ يد أمه اليمنى: يمه سامحيني. يأخذ بيد أبوه اليمنى: يبه سامحني. بعد قبلة سمعت صوتها بقلبي قبل أذني. ثم أخذ الاثنين ووضعهما على صدره، قال: يبه يمه سامحوني، لا تنسوني من دعائكم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثم خرجت روحه. سألت أباه: على أي شيء ابنك؟ قالوا: ولدي هذا منذ أن بلغ وهو في الروضة في المسجد، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو متعهدنا لصلاة الفجر، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو صاحب قيام ليل، ولدي هذا منذ أن بلغ وهو محافظ على حلق تحفيظ القرآن، ولدي هذا في الصف الثاني ثانوي علمي من الأوائل،